ليلة 21 وليلة جمعة، اجتماع ليلة الجمعة في ليلة وتر في العشر الأواخر يجعلها ليلة القدر بنسبة 99%. فلما تيجي ليلة جمعة وليلة وتر وفي العشر الأواخر وفي رمضان، شوف يجمع لك كل ده يخلي لك القدر. فاوعى تضيع ليلة بكرة، لأن دي ليلة إيه؟ ليلة القدر في هذا العام. الحمد لله احنا كده يعني داخلين على العشر الأواخر. لو رمضان 29 يوم تبقى دي أول العشر الأواخر النهاردة. لو رمضان 29 يوم، لو 30 يوم أول العشر الأواخر بكرة. وإحنا عندنا تعلمنا من خلال الشرع الشريف أن العبرة بالخواتيم. فحتى لو قصرت في أوائل رمضان لو ختمته بالاجتهاد كتبك الله من المجتهدين، لأن العبرة بالخواتيم، والإنسان يبعث على ما مات عليه، يعني على آخر حاجة. فنرجو إن احنا نختم كل رمضان على أعلى درجة من الاجتهاد. ليه؟ لأن أعلى المجتهدين هو الحبيب. كلما اجتهدت كلما اقتربت من التأسي به، وكلما اقتربت منه اقتربت من الرحمة، وكلما اقتربت منه اقتربت من الكمال. فأضفع الله عليك الجمال والجلال. كل هذا وراثة نبوية شريفة. فنوصيكم بالاجتهاد في العشر الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أول رمضان لحد العشر الأواخر كان يحيي تلتين الليل وينام شوية، ساعة ساعة ونص كده. يجي العشر الأواخر يحيي الليل كله من العشاء للفجر على طول كده. فاحنا هنعمل السنة دي الحمد لله، بنعملها احنا في مسجد الأشراف بقالنا سنوات طويلة. سنة انك انت تصلي من العشاء لحد السحور، فدي عبادة جميلة. ولما تجربها هتلاقي أحلى كتير من الجلوس أمام التلفاز ورؤية المسلسلات أو على النت أو على حتى ولا هتقرا من كتاب. لأن أفضل لحظات عمرك هي لحظات صلاتك. دي أرقى لحظات العمر، هي لحظات اللي انت واقف فيها بين يدي الله. وأعلى ما في الصلاة القيام، من حيث من حيث القدر. وعشان كده في القيام تقرأ كلام القيوم. الركوع والسجود ما فيش قرآن فيه، لأن ده حق العبودية بقى. لكن عندما تقوم تقرأ كلام الله. ونهى النبي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأن دي حق العبودية. حق العبودية الخضوع والخشوع، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأعلى ما يكون قدر العبد وهو قارئ للقرآن. فأنت في الصلاة بين قيام بعلو قدر وبين سجود بقرب بقرب منزل. فأنت في رحمة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم دل أمته على الصلاة. ولو تدور هتلاقي تلت عمر النبي في دعوته كان صلاة. يعني تلت يومه تقريبا 8 ساعات من يومه كل يوم كان النبي ياخدها في الصلاة، وباقي نشاطه كله في بقية التلتين التانيين صلى الله عليه وسلم. والنبي لا يهتم إلا بأفضل الأعمال، لأنه أفضل الخلق، فأفضل الخلق يهتم بأفضل الأعمال. فلا بد أن نتأسى بالحبيب، نحيي سنته. إحياء سنة النبي في زمن الهرج اللي احنا فيه ده، من أحيا سنتي في الهرج كان هجرة معي، له أجر هجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن مات يموت شهيدا، وإن عاش له أجر شهيد. شفت بقى فضل العبادة في الهرج والفتن. احنا دلوقتي بقينا في زمن مليان فتن. المسلمين كثير منهم بيفتنوا في دينهم وللأسف، وتدخل الشبهات في قلبه. واللي كان بيصلي يبطل صلاة، واللي كان بيستقيم على شرع الله يتحلل وينكر بسبب كثرة طوارق الفتن على عقول الناس وقلوبهم في هذا الزمان. فده زمن تمحيص. والفرار من الفتن القرآن والصلاة على النبي وحب آل البيت. اللهم صل على آله. دي ثلاث أشياء تعتصم بها تبقى في نجاة.
القرآن، وأعلى القرآن ما كان في صلاة. أعلى القرآن أجرا ما كان في صلاة، وأقل القرآن أجرا ما كان على غير وضوء. لما تقرأ القرآن على غير وضوء من الحفظ تاخد على كل حرف 10. طب لو قريته على وضوء كل حرف ب20. طب قريته في صلاة النافلة النهارية كل حرف ب30. طب في صلاة الفريضة النهارية اضرب في 70. طب في النافلة الليلية 40. طب والفريضة الليلية اضرب في 70. طب وفي رمضان النافلة بأجر فريضة. يا خبر أبيض على الشغل الكبير ده، وإحنا غافلين. إحنا على أي حال مش بنعبد ربنا عبادة التجار، لا إحنا مش بنعبد ربنا عبادة التجار، لكن برضو بنقول الكلام ده إيه؟ علشان نفتح شهية المسلم للعبادة. لكن المسلم الكامل بيعبد ربه لأنه هو في شرفه. شرفك في عبادة ربك، كفاية أنه شرفك وخدك من على القهاوي ومن الغفلات وأجلسك في مسجد تصلي، تسمع قرآن، تذكر ربك. وفي آلاف وملايين الأماكن اللي فيها غفلة، وربنا اصطفاك من وسط الغفلات دي كلها. ملايين الغفلات أمامك وربنا خدك، مش ده اصطفاء؟ فدي نعمة ما بعدها نعمة. فلو لم يكن لنا ثواب إلا إننا تشرفنا بذكر الله يكفي، فما بالك إن ربنا كريم يشرفنا ويسيبنا كمان. فالحمد لله على هذا. سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر إيه؟ الاعتكاف. ليه بقى الاعتكاف؟ عشان ما تضيعش لحظة إلا في العبادة، وعلشان كمان تضمن إنك أنت تدرك ليلة القدر. فالاعتكاف دي عبادة عظيمة سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تكون عند الشافعية بالمكث في المسجد مع نية مخصوصة ولو لحظة. لكن باقي المذاهب قالوا أقل الاعتكاف يوم وليلة ويشترط فيه الصيام في نهاره. الشافعية ما اشترطوش الصيام، لكن قالوا إن الصيام شرط كمال وليس شرط صحة اعتكاف. باقي المذاهب قالوا لا، صيام النهار شرط صحة في الاعتكاف. يعني لو عزمت ونذرت لله أن تعتكف يوما وليلة، معناه تعملها ازاي؟ تصوم هذه اليوم وانت معتكف وتقضي الليل في ذكر الله، تبقى كده وفيت النذر. عند الشافعية قالوا الصوم في الاعتكاف ايه؟ شرط كمال وليس شرط صحة. لكن انت في رمضان انت صايم، وبالتالي اعتكافك اعلى درجة من الاعتكاف هو اعتكافك في رمضان. والاعتكاف فيه خلوة مع النفس ومع الحق، وبعد عن التشويش والشوشرة اللي احنا فيها. تقوم اما تركز تبقى خاشع في صلاتك. كلما قل التشويش كلما ايه كان هناك خشوع. عشان كده شوف القرآن ترتيبه مهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يعني الخشوع متوقف على ايه؟ على الإعراض عن اللغو. كل ما تعرض عن اللغو تبقى خاشع. كل ما انت عندك لغو كتير وكلام كتير ولو حتى في المباح، بلاش في الحرام، تلاقي قلبك مشوش، تيجي تصلي في تشويش. الاعتكاف ميزته بيقلل التشويش. وأنا أنصح 10 أيام الاعتكاف ما فيش واتس، ما فيش نت، ما فيش موبايل، علشان إيه؟ تعزل نفسك شوية. يعني أنا في رمضان ده أول رمضان ما جه قلت مش هخطو على الواتساب. بتجيلي رسائل متلتلة كل يوم، كنت لدرجة إنها عشان أجاوبها بتاخد مني ساعة ونص يوميا. فأنا قلت لا بقى، أنا في رمضان ده ما فيش واتساب. فلقيت يا أخي إن أنا استفدت جدا. يا ريت بقى كمان ما يبقاش في أي حاجة تانية متعلقة بإيه؟ بالموبايل، وقاعد طول النهار بالتاتش تقلب بإيديك كده لما عينك اتخيلت. وكل ما عينك تنشغل وتتخيل قلبك بيتخيل. فلازم تحافظ على نفسك، حافظ على نفسك قبل ما نموت، لأن أكتر حاجة تستثمرها في حياتك هي لحظات عمرك. دي خطوات وأنفاس نحو الله، فلا تضيعها وتخليها نحو الشيطان.
فخلي كل نفس. الحبيب ما كانش يضيع حاجة أبدا صلى الله عليه وسلم. ده مش حبيبك؟ طالما حبيبك لازم بقى ايه، تحاول انك انت تعمل حاجة اللي هو بيحبها عشان يفرح بيك. أعمالنا بتعرض على النبي على فكرة. فالنبي لما بيشوف أعمال أمته كده في رمضان همة وطاعة وعبادة يدعي لنا، يقوم يقل عثراتنا. احنا دعوتنا مش مستجابة قوي بسبب العلل الكتيرة، ولو استجاب ربنا مش هيستجاب بس في الوقت الذي يريد مش في الحال. لكن دعوة النبي في الحال وعلى الوجه الذي يريده الحبيب. فهمت؟ فدي من رحمة ربنا بينا إن أعمالنا أول بأول بتتعرض على الحبيب. وبالتالي لما النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي أعمال حلوة جاية له من جهتك يقوم يقول إيه؟ اللهم زده توفيقا، اللهم زده قبولا، اللهم زده قربا. واخد ليه؟ لأنه يسعد. زي أصل النبي بالنسبة لنا عامل زي أبونا. شوف أبوك أنت لما يشوفك مجتهد يفرح بيك ويفخر بيك ويدعي لك أكتر، يقول لك ربنا يقويك يا ابني. رب أهو النبي بيقول أنا منكم بمنزلة إيه؟ الوالد من ولدي. بيفخر بينا قدام باقي الأنبياء في أممهم التانيين، يشوفوا أمتهم يفخر بينا كده. فلازم تكون سبب فخر للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. إن لم يكن في ليك ثواب غير إن النبي يفخر بيك دي كفاية. لأن النبي لو أحبك ونظر لك، نظر الله في الأكوان هو نظر النبي. عين الله ناظرة إلينا. عين الله وربنا ليه جارحة، ما هو عين الله عين الرحمة، يبقى عين النبي هي عين الله في الأكوان. عشان كده سيدنا أبو الحسن يقول إيه؟ عين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط. فهمت؟ فلازم إيه يا جماعة الخير، إحنا داخلين على العشر الأواخر إن لم يكن متلبسين بأولى العشر الأواخر الليلة دي. الليلة دي كمان فيها خاصية غريبة إنها توافق 21 إبريل، لأن ميلاد النبي كان 20 أو 21 إبريل سنة 572 ميلادي من ميلاد سيدنا المسيح. اختلفوا الفلكيين قالوا يوم 20 أو يوم 21 إبريل. واخد بالك؟ وإحنا النهاردة إيه؟ ليلة 21 إبريل، والليلة اللي فاتت كانت 20 إبريل. يعني إحنا غرقانين في ميلاد الحبيب، وميلاد الحبيب اجتمع معاه شهر رمضان كمان. فشوف بقى إيه من، وانت عارف ان افضل ليلة ويوم في الاكوان هي ليلة المولد ويوم المولد. فهمت؟ افضل ليلة للامة ليلة القدر، وافضل يوم للامة يوم عرفة، وافضل يوم للاكوان كلها ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ميلاد الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. فربنا جمع لنا ميلاد الحبيب مع العشر الأواخر مع رمضان مع الصيام مع القرآن. شوف الفضائل دي كلها، اوعى تغفل بقى. ممنوع، يبقى عيب انك تغفل بعد هذه النعم. فهمت؟ بكرة هتبقى ليلة 21 وليلة جمعة، اجتماع ليلة الجمعة في ليلة وتر في العشر الأواخر يجعلها ليلة القدر بنسبة 99%. لأن ربك جامع من أسمائه الجامع فيجمع الخير كله. فلما تيجي ليلة جمعة وليلة وتر وفي العشر الأواخر وفي رمضان، شوف يجمع لك كل ده يخلي لك القدر. فاوعى تضيع ليلة بكرة، لأن دي ليلة إيه؟ ليلة القدر في هذا العام. والإمام الشافعي عنده ليلة القدر كل عام ليلة 21 أو 23 لا تتغير. قولان في مذهب الإمام الشافعي، يا 21 يا 23. واحنا مذهبنا في مسجد الأشراف ان كل ليلة في رمضان ليلة قدر، من أول رمضان لآخره ليلة قدر. لأن ليلة القدر الحقيقية هي إقبالك على الله، تبقى ليلة قدر لك، صار لك قدر. فهمت؟ فخلي عمرك كله ليلة قدر، زي ما الحبيب كان كل يوم يصلي في الليل ويجتهد كل يوم، ولما ينام يوم ويفوته قيام الليل يصليه بين الظهر وبين الصبح والظهر. مش انت تقول خلاص ما فاتني خلاص، لا، ده النبي حتى النافلة لما تفوته يقضيها صلى الله عليه وسلم. ويقول من فاته صلاته من الليل فصلاها في الضحى
كتبت له كأنما صلىها في الليل. فخلي عندك ايه؟ همة، خلي عندك إقبال، خلي عندك مداومة، لأن العمر بيتفلت مننا، بيتفلت مننا فعلا. أو رمضان يعني لسه كنا من لحظات بنقول ألف مبروك، غدا أول صيام، دلوقتي عدى تلتين رمضان ما شعرناش بيهم. كذلك عمرك كله يعدي منك ما تشعرش بيه. فربنا سبحانه وتعالى يرزقنا همة من همة الحبيب، وإقبال من إقبال حبيبه صلى الله عليه وسلم، وحب من حبه، واستقامة من استقامته، وحسن مناجاة من حسن مناجاته، وحسن نية من حسن نيته، ورحمة من رحمته. يجعلنا قلبنا مواجه لقلب الحبيب مرآة، فتنطبع الكمالات المحمدية في مرآة قلوبنا يا رب. وعلى كده ربنا قال لنا ايه؟ خليه أسوتك، خليه هو قبلة قلبك. فقبلة القلوب هو الحبيب، وقبلة الصلاة هي الكعبة، وقبلة الدعاء هي السماء، وقبلة الأرواح هو رب العالمين، وأن إلى ربك المنتهى. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وجمعنا على هذا، وكما جمعنا على طاعته نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفرقنا إلا مغفور الذنب ومجبور الخاطر، وأن يعطي كل واحد فينا ما يسعده في دنياه وأخراه يا رب العالمين. وكل من تشفعنا فيه وذكرناه في دعائنا، وهي أمة الحبيب كلها أحياء وأمواتا، ومن سيولد إلى يوم القيامة.